احنا فين يا جماعه؟ وايه الصحراء دي كلها؟ امال فين القبو السري؟ انا اللي عاوز افهم حالا تفسير منطقي يقنعني. انت معانا هنا دلوقتي ازاي يا سمره؟ انت اللي مسكت ايدي وشدتني وقلت لي تعالى معانا بسرعه، مفيش وقت، وزقتني جوه فتحه بيطلع منها الوان، وقعدنا نتزحلق فيها ووصلنا هنا. صوفيا، عاوز تحديد للزمان والمكان. شكلنا اتنقلنا منطقه مهجوره ولا ايه؟ لغايه اما اعرف حكايه سمره وافهم منه وصل المنطقه صفر دي ازاي. جاري تحديد الزمان والمكان. ها، قول لي بقى يا سمره يا حبيبي، اخر حاجه فاكرها ايه قبل ما تشوفني انا وصوفيا؟ اخر حاجه كنت مع سمير في القبو السري. Initiating satellite scan. Satellite coming down in 3, 2, 1. وبكده اكون وبطتك يا صوفيا بالقمر الصناعي، واقدر اشوف واسمع كل حاجه من مكاني هنا بالبرنامج الجديد بتاعي. وايه يعني؟ ما انا برضو اقدر اعمل زيك كده واربط صوفيا في القمر الصناعي. ايه ده؟ انت عرفت مكاني منين؟ ووصلت للقبو السوي ده ازاي؟ دي سهله خالص، مشيت وراك بعد الاستوديو وشفتك وانت داخل هنا، فقلت اشوفك بتخرب ايه، وسمعت وشفت كل حاجه. وعلى فكرة البرنامج بتاعك ده سهل خالص، وأي حد يعرف يعمل زيه. يا سلام، إزاي يعني الكلام ده؟ ده أنا عامل دمج ما بين القبو السوي والقمر الصناعي مع صوفيا علشان هنعمل ولا لا مش هقولك، ده سر كده برضو؟ هو في سر على سمرة أخوك؟ هقولك بس ما تقولش لحد. عيب عليك، قول. احنا شغالين على مشروع سوي اسمه بوابة الزمكان. وايه يعني؟ ما انا على اول الشارع بتاعنا زكان عم خميس، بجيب منه جلاتي وانا مروح كل يوم، ومش سري ولا حاجة وكلنا عارفينه. يا ابني افهم بس، دي بوابة زمنية بتنقلك اي مكان بالموجات الصوتية واي زمان انت عاوزه، علشان كده اسمها بوابة الزمكان. بس السفر عبر الزمن ده مستحيل. لا مش مستحيل، والدليل ان في نظريات كتير بتثبت السفر عبر الزمن. ابقى قابلني. بقولك ايه، انا هدخل انام في اي حتة وصحيني اما تخلص، نروح نشرب عصير قصب مع بعض ينضف لك مخك ده شوية. خلاص ماشي، روح انت دلوقتي لغاية اما اخلص. وصحيت لقيت نفسي معاكو والدنيا ضلمه. سمره، هو انت دخلت نمت فين بالظبط؟ في اوضه كده فاضيه كان لونها ابيض في ابيض. دي اوضه البوابه الزمنيه يا زكي. يبقى التفسير المنطقي للي حصل، انت اتشفطت معانا يا سمره لما كنا بنعبر من البوابه الزمنيه. ناصح. طب وايه بقى المكان ده يا استاذ سليم والصحراء الكبيره دي؟ هو احنا اتشفطنا ورحنا كوكب المريخ ولا ايه؟ وكيف نذهب إلى كوكب المريخ وأنت بدون بدلة حماية وتتنفس الأكسجين الآن بدون مشاكل؟ عادي يعني، بتحصل معايا كتير. مستر سليم، لا توجد إشارة مع القمر الصناعي، ولكني أستطيع تشغيل جهاز الموجات الصوتية بنجاح. والوقت والتاريخ كام في ساعتك النووية يا صوفيا؟ الساعة الآن 11:10 مساء 23 من أكتوبر عام 1942، ونحن في صحراء مصر، ونبعد عن مدينة الإسكندرية 90 كيلومترا تقريبا، وبالتحديد في منطقة العالمين. يبقى كده احنا اتنقلنا للماضي بنجاح ورحنا صحراء مصر الغربية كمان. سأقوم بعمل مسح شامل لتحديد مسار آمن لنا خلال هذه الصحراء. انتوا عارفين يا جماعة ان مدينة العالمين دي شاهدة على نقطة تحول مهمة جدا في تاريخ مصر والحرب العالمية التانية كلها. وايه اللي حصل في معركة العالمين بالظبط يا استاذ سليم؟ انا هقول لك يا صاحبي.
لأن النهاردة وفي المكان ده هتشتبك قوات المحور النازية وقوات الحلفاء البريطانية، وهيتهزم رومل هزيمة كبيرة، وهتخسر ألمانيا الحرب العالمية الثانية بسبب معركة العالمين. كانت خطة ثعلب الصحراء رومل هي تدمير الحلفاء، الجيش البريطاني الثاني في صحراء العالمين، وبعدها كان هيستولى على القاهرة، ومنها هيدخل على السويس وبورسعيد. بس الحلفاء بقى عملوا له فخ في العالمين هنا، ونفذوا فيهم خطة القدم الخفيفة، وأجبروه على الاستسلام. والمعركة دي كان ليها أثر كبير قوي في استنزاف قوات رومل، وغيرت بشكل كبير مفاهيم الحرب العالمية الثانية، وحولت هزيمة الحلفاء لانتصار. مستر سيرين، هذه المنطقة ليست آمنة. أستطيع أن أسمع أصوات جنازير الدبابات حولنا، وأيضا أشعر بهدير الطائرات تقترب من هنا. يجب أن نغادر هذا المكان بأقصى سرعة، وإلا سنجد أنفسنا وسط ساحة الحرب. طب مستنية ايه يا أبلة صوفيا؟ اشفطينا من هنا بسرعة. شغلي جهاز الموجات الصوتية وانقلينا من هنا بسرعة يا صوفيا.